ده مخرج للروف. يعني البلكونه اللي حضراتكم شايفينها دي ده مخرج للروف. طب الغرفه دي ممكن تكون غرفه رابعه طبعا، ده باب هيتقفل، مفيش اكتر من كده. بس انا يعني بشوف ان هي مهمه، بس برضو كل واحد وليه اختياره. انا شايفه الروف محتاج شغل. يعني انا شايفه الروف ممكن يتعمل احسن من كده بكتير. هو في قعدات معموله بالفعل، ولكن شايفه ان هو ممكن يتعمل فيه شلالات، يتعمل فيه حمام سباحه. يعني يمكن هما ما عملوش احواض بره عشان المطبخ اوريدي امام الروف. ده المطبخ معانا. ولو اول مره تشوف القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. فكره المطبخ عجباني، هي امريكان وفي نفس الوقت هو مش على ريسبشن. يعني انا شويه بتضايق من ان المطبخ يكون امريكان على الريسبشن. انا شايفه ان كل الناس او الضيوف لو انا بعمل حاجه في المطبخ انا مش هكون واخده راحتي خالص، يعني فاهميني. لكن لما يكون على غرفه المعيشه، هو مين هيقعد في غرفه المعيشه غير اهل البيت؟ معروفه يعني. كويس قوي. الدفع الكاش، الاستلام فوري. ودي اول غرفه معانا. الاطلاله للغرف على الفيو اللي احنا يعني شيرناه في اول الفيديو خالص، اللي هو الجزء اللاندسكيب. الكومباوند كوزي يعني مش حاجه كبيره، لكن كمان الكومباوند فيه حاجه مهمه جدا، وهي ان هو فيه مول شغال بالفعل فيه جميع الخدمات اللي ممكن تتخيلوها. غير طبعا موقع استراتيجي حضرتك ما بين ووتر واي 2 وما بين جاردن ايت، فالمنطقه دي ساكنه من زمان، وانا يهمني الخدمات بصراحه. ده الفيو كله من ارض الواقع، ما عنديش اي فيديوهات متحرفه تماما. الشبابيك كلها شاترز طبعا.